محليا دائما يشهد سوق الجملة للخضر والفواكه بولاية سيدي بالعباس حركية معتبرة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل في إطار أو في ظل وفرة واضحة في الخضر الموسمية والفواكه المحلية. وأكد عدد من التجار أن الأسعار ستعرف انخفاضا تدريجيا خلال الأيام المقبلة بفضل وفرة الإنتاج المحلي وجودة المنتجات المعروضة. المزيد في هذه المراسلة لبسمة الأمل بوتنزال. يشهد سوق الجملة للخضر والفواكه بولاية سيدي بالعباس ومع اقتراب شهر رمضان الفضيل حركية معتبرة وتوافدا كبيرا للتجار. السوق تاعنا حاليا الحمد لله راه فيه وفرة كبيرة تاع السلع كيما البطاطا اللي يجيبوها من واتسوف، طوماطيس، منتوجات يجيبوها من عند الفلاحين منا من كما نقولوا البلديات المجاوره كما سفيزه، زقله، زليفه. الحمد لله يعني، والاسعار راها تبان في متناول الجميع، مقارنه رانا كيفنا الاسواق الاخرى. وعليه المشتري والزبائن تاع بالعباس راهم كامل تقريبا يجوا هنا، مرحبا بهم. فيما يخص شهر رمضان يدخل علينا ان شاء الله بالخير، انا نتوقع ان شاء الله هبوط في الاسعار. دروك ثاني الظروف الطبيعيه تاثر على تذبذب الاسعار، كما مين تكون الامطار والرياح الفلاح يلقى صعوبه باه ينحي المنتوج تاعه، مما يؤدي الى نقص في الوفره وعليه الاسعار ترتفع شويه. هذا مكان. وأكد عدد من التجار أن الأسواق ستعرف انخفاضا تدريجيا في الأسعار خلال الأيام المقبلة تزامنا مع وفرة الإنتاج المحلي ودخول كميات معتبرة من الخضر الموسمية. عندنا الأسعار الله يبارك من تناول الجميع، سيتو الشهر الفضيل راه على الأبواب إن شاء الله كل شاء الله كل شيء متوفر بالاسعار ان شاء الله. كي يوصل الزبون عندنا هنا في المارشي تكون الاسعار ثاني متناوله. نشوفوا الاسعار هذه ديامات راها عارفين بلي راها النو، راها الحوايج شويه بزاف، المساله شويه ما يقلعوش وشويه غاليه، بصح زعما بقدره الله هذه الحال يسعى. والاسعار مع رمضان تهود بقدره الله. احنا بروحنا هالسوق باغيين السوق تاع سيدي العباس باغيين نحوسوا الاسعار تهود باش الناس تجينا الشاري يجينا. وفرة واضحة في مختلف المنتوجات الفلاحية، خضر موسمية، فواكه محلية، وجودة تعكس المجهودات الكبيرة التي يبذلها الفلاحون بالمنطقة.